مساء الخير أو صباح الخير، حسب ما انتوا بتسمعونا. نحدثكم من قلب المدعكة. أيوة، مدعكة الفاينل. أنا نور الدين تانية باور هندسة القاهرة، أوسي ممبر من داس، وهيكون معايا فاطمة. ازيكم يا شباب، انا فاطمه اشرف من تيم الميديا تانية نظم. طبعا احنا عارفين ان الفتره ديت يعني فتره امتحانات وضغط نفسي رهيب. فانا ونور كنا حابين كده نتكلم معاكم في كام بوينت، وان شاء الله هتفيدكم في الامتحانات. طيب، أول بوينت عندنا هتبقى تحديد الأولويات. ويمكن اختيارنا للبوينت دي كأول بوينت ما كانش محض الصدفة أو إن احنا حطيناها كده. يعني هو في الحقيقة إن أنا شايف إن دي بوينت مهمة جدا جدا جدا، إن ما كانتش هي الأهم في الفترة دي. يمكن في الفترة دي يا فاطمة، من كتر الضغط اللي احنا فيه ومن كتر طبعا الفترة دي بتبقى كلها بقى كويزز واساينمنتس وبروجكتس وكده. فبتبتدي الناس تسأل السؤال اللي هو طب ابتدي منين؟ يعني طب اعمل ايه؟ الم ايه ولا الحق ايه؟ فيبتدي بقى يمشي بالمبدأ اللي هو بتاع ايه، انا هلحق اللي اقدر عليه. اللي هو انا كان في تسليمة اساينمنت امبارح بتفاجئ بيها، وبكرة اكتشفت ان عندي بروجكت، واكتشفت ان بعد كام يوم هيبقى فيه كويز. فطب هي اللخبطه دي بتحصل من ان الموضوع كله جاي في وقت اصلا اللي هو الوقت اللي قبل الفاينل، وانت عاوز بقى تلم الماده للفاينل وكمان الكويزات وكمان الاساينمنتس، وانت بقى وسط هذه الكتب الجميله او وسط الملازم. حلو. ما انت قاعد بتسال السؤال ابتدي منين؟ فانا شايف انه انسب حاجه لان احنا ننظم الجزئيه دي ونقدر نجاوب على السؤال ده هي تحديد الاولويات. يعني بدل ما احنا بنسأل وبدل ما احنا تايهين كده، احنا ممكن نجيب ورق وقلم ونبتدي نكتب اللي ورانا واحدة واحدة، احدد اهدافي. تمام. او مثلا انا عندي بروجكت يوم 17 5، فانا عارف ان البروجكت ده يبقى محتاج مثلا يومين شغل او 3 ايام. فخلاص انا هديله مثلا 16 و15 و14 5. فهبقى عارف او انا حاطط جدول او انا عارف ان ال3 ايام دول عندي خلاص هم اوريدي مشغولين بالبروجكت. تمام. عندي كويز مثلا هيبقى يوم 10 5. حلو. فانا عارف ان انا محتاج قبليه يوم مثلا مذاكره، فانا عارف ان يوم 9 5 هكون بذاكر للكويز الفلاني. فهبتدي انظم الدنيا والدنيا هتبتدي توضح معايا كمان. يعني انا خلاص انا عرفت انه الكويز دوت هيبقى ليه قبليه مذاكره، البروجكت ده يبقى قبليه 3 ايام وهكذا. هبتدي افوق. وبدل بقى السؤال بتاع ابتدي منين ده، خلاص الدنيا شويه بقت ايه، ما بقتش بقى اصحى من النوم اللي هو طب النهارده عندنا ايه او انا النهارده هعمل ايه. لا لا، انا ان شاء الله منظم كل حاجه في وقتها. ولما بيجي اليوم بتاعها انا عارف ان انا النهارده عندي كذا. تمام. طيب كمان حاجه خلينا نتفق عليها، احنا تقريبا خلاص يعني فاضل اسبوعين على الفاينل او حاجه. فيعني تقريبا كده محتاجين نركز في المذاكره بقى. يعني الناس اللي هي كانت مقضيها خروجات وفسح، ماشي، هو حقيقي يعني كل ده كان اثناء الترم نفسه كان جميل، بس احنا في اخر اسبوعين في اخر اسبوعين في الدراسه يعني. انا شايف نركز بقى في المذاكره، صح يا فاطمه ولا ايه؟ انا شايفه والله برضه نفس الكلام، ويا ريت بقى بلاش حجوزات كوره، يعني اوفر دوز حجوزات كوره بجد، وبلاش بقى خروجات وكده ومع اصحابك. كل دوت هتلاقي عليهم والله في الاجازه. بس حاول انك تخلي وقتك في الوقت دوت تركزوا قوي على المذاكرة، وكده كده هتلاقي على الخروجات. بالظبط. بالنسبه لحوار حجوزات الكوره ده بالنسبه للولاد، يا ريت ناكد عليه قوي. يعني يا ريت ما يبقاش فيه حجوزات كوره الفتره دي خالص. تمام. بالنسبه برضه الخروجات للبنات والكلام دوت، يعني احنا هم اسبوعين تمام، واسبوعين امتحانات. هنضغط على نفسنا فيهم عشان نعدي الشهر دوت على خير ان شاء الله، وبعد كده هيبقى معانا الاجازه. تمام. طيب، يجي بقى السؤال التاني اللي هو بتاع ابتدي ازاي. يعني اللي هو طب انا دلوقتي من بقى انا ذاكرت الجزء اللي قبل الميد ترم. تمام. وامتحاننا الميد ترم، بس انا من بعد الميد ترم انا ما ابتديتش. في ناس لحد النهارده هي ما ابتدتش من بعد الميد ترم. طب ابتدي من اول المنهج؟ ما انا محتاج ارجع على المنهج كله، ولا ابتدي من الجزء اللي بعد الميد ترم؟ خلينا نتفق على حاجه، ان الجزء اللي قبل الميد ترم ده حتى لو انت ما اديتش كويس في الميد ترم، بس انت ذاكرته، خدت عنه فكره يا عم. تمام كده، خدت عنه فكره يعني. اقل ما فيها، لو الوقت قفل خالص هتاخد وقت بسيط تراجع عليه، تحل كام مساله تمشي ايدك بيهم، الدنيا تظبط معاك. طب الجزء اللي بعد الميد ترم ده انت لسه ما فتحتوش. مش بس كده، ده احنا لسه كنا بنقول ان في كويز مش عارف يوم كذا، وفي بروجكت مش عارف يوم كذا. طب ما الحاجات دي غالبا بتبقى على الجزء اللي بعد الميد ترم. طب هعمل ايه فيها؟ تمام. ما انا اكيد مش هضيع برضو الكويز ده، ما انا عاوز اركز على الكويز ده برضو. تمام. فيبقى الافضل ان انا ابتدي بالجزء اللي بعد الميد ترم في الفتره دي. تمام. الم الجزء دوت، لان ده الجزء اللي انا ما فتحتوش خالص، انا ما اعرفش عنه حاجه، لا انا حليت عليه حاجه ولا انا اتدربت عليه. تمام.
فهبقى داخل فعلا الجزء ده هيبقى مسقط مني جامد. وبعد كده الوقت اللي يبقى معايا هرجع فيه الجزء اللي قبل الميد ترم. طب انا خلصت ويا دوب اللي هو خلاص خلصت الجزء اللي قبل اللي بعد الميد ترم، ومفيش وقت، يا دوب دخلت الفتره بتاعت الفاينلز على طول، مفيش مشكله. ساعتها هيبقى بين المواد تمام كده الجزء اللي قبل الميد ترم هيبقى سهل مراجعته، يعني ده جزء اساسا انت اوريدي ذاكرته، فانت مراجعته بالنسبه لك. وهنتكلم طبعا في بوينت بالتفصيل ازاي تراجع الماده وازاي تلم الماده يعني تمام. بس فاحنا بنبتدي بالحاجه اللي ما اتفتحتش خالص. زي ما قلت لك صباح الفل، انت لسه جاي من بعد النت، ولا انت ايه رايك يا فاطمه في الحته دي؟ بالظبط كده. انا يعني لازم نخلي تركيزنا في الحاجات اللي بتبقى بعد الميد، لان احنا بنبقى عارفين، اغلبيتنا عارفين يا نور، ان امتحانات الفاينل بتيجي من اللي بعد الميد. فانت سايب، لا سايب الحاجات الجديده اللي انت ما فتحتهاش وعمال بقى تراجع في الحاجات القديمه. انت كده بتقنع نفسك ان انت في المدى تمام، بس لا، انت في حاجات جديده كتير قوي انت ما سبتهاش. حاول انك تركز اكتر في الحاجات الجديده اللي انت ما فتحتهاش قبل كده. بالظبط كده. وكمان مش بس ان انا هبتدي بالجزء اللي بعد الميد، لا انا كمان لازم اقسم اولوياتي حسب لود الدرجات. يعني في دكاتره بتقول مثلا ان هي الفاينل بتاعها هيبقى اللود الاكبر فيه على الجزء اللي بعد الميد ترم، فدي هترجعنا للبوينت بتاعت ان انا محتاج ابدا بالجزء اللي بعد الميد ترم، لانه هيبقى عليه اللود الاكبر في الدرجات. في دكاتره تاني تقول لا انا كده حتى لو انا جبت الجزء ده في الميد ترم برضه هجيب عليه لود اكبر في الفاينل. تمام. مثلا في زي الانتاج تقريبا بيبقى ليه مسائل معينه كده تمام، دي بيبقى عليها لود كبير من الدرجات. طب ما انا هبدا بالمسائل دي، يبقى انا بلم حسب اللود بتاع الدرجات. هي دي فكره تحديد الاولويه، ان انا مش هوزع مجهودي على المنهج كله، لان المنهج كبير والوقت صغير. انا عاوز استفيد باكبر قدر، واهم الحاجات اللي ايه المتوقع انها جايه او اللي متوقع ان عليها لود كبير. بعد كده اتبقى معايا وقت، هاخد بقى الحاجات الايه اللي باقيه او اللي هي عليها لود درجات تمام. حاجه اخيره، بعد اذنك، بعد اذنك ادي للفاينل اهتمام. يعني ايه ادي للفاينل اهتمام؟ الفاينل مش كويز ولا ميد. هتقول لي ما انا عارف، ما اكيد يعني. ايوه بس في ناس من الاداء بتاعها في اعمال السنه مثلا ما ادتش كويس في الكويز، ما ادتش كويس في الميد ترم، فبتبتدي يجي التساؤل بتاعها اللي هو طب ما فاكس فاينل، ما خلاص بقى، ما هي كده كده بايظه يعني. فلا، ما فيش الكلام ده. هو انت اعمال السنه دي كلها 40% من الماده، الفاينل عليه 60% من الماده تمام. فكل اللي انت الاداء بتاعك في الكلاس ورك او في اعمال السنه ده ملوش اي علاقه بالفاينل. انت لو ركزت في الفاينل وزي ما قلنا حددت اولوياتك واهدافك وشفت انت عاوز تبدا بايه المهم وايه اللي عليه له درجات اكبر، هتقدر تدخل الفاينل وهتبقى ماشي بمبدا ان انا بجمع درجات. وده مش عيب، مش عيب ان انا ممكن اكون ابتديت الترم غلط واتاخرت شويه في المواد او ما ذاكرتش كويس او ما اديتش كويس في الميد ترم، بس جيت في الفاينل لا انا عارف مثلا ان انا هلم درجات من الشابتر الفلاني ده هيبقى عليه جزء كبير في الامتحان. مش عارف المساله دي ان شاء الله او الدكتور يعني قال ان هي جايه وهيبقى عليها لود كبير في الدرجات، فابقى انا محدد اولوياتي واهدافي وعارف ايه الحاجات اللي عليها لود كبير وايه اللي هيبقى عليها تركيز. طيب، ولان احنا في فتره حقيقي تنظيم الوقت فيها مهم جدا جدا جدا، هو عامل اساسي، فعشان كده هيكون معانا فاطمه هتكلمنا عن تنظيم الوقت في تاني بوينت من البودكاست بتاعنا. بالظبط كده. عايزه اشكر نور على ان هو بدأ بالبوينت ديت، وان احنا ازاي نحدد اولوياتنا في المواد. طبعا الشباب احنا عارفين ان الفترة ديت هي اهم فترة في الترم، وانك المفروض تديها اكبر اهتمام. فخلينا كده نتفق على شوية حاجات علشان نعرف نستغلها صح. اول حاجة هي الكلية. الفترة ديت حاول تنزلها للضرورة فقط، يعني لو في كويز مثلا او في حاجة فيها غياب وهتاخد منها درجات، حاول تنزل عشان كده. وحاول تفضي ايام على قد ما تقدر علشان يبقى معاك وقت اكتر انك تذاكر في البيت، لان طبعا نزول الكلية زي ما احنا عارفين بيضيع جزء كبير جدا من اليوم، خصوصا لو في فترات فاضية بين المحاضرات او لو انت مواصلاتك بعيد. وحاول اليوم اللي انت تنزل فيه الكلية علشان ما يضيعش تماما، زي ما نور قال لنا ان اكيد في مواد انت مراجعها، حاول تستغل الوقت دوت وخد معاك حاجة بسيطة تحل منها جزء من شيت مثلا على حاجة انت ذاكرتها قبل كده، علشان بحيث انك خلاص احنا قلنا انك تركز وتخلي اولويتك على الحاجات الجديده، على الجزء اللي انت ما ذاكرتوش قبل كده. فالجزء بقى اللي انت ذاكرته وراجعت عليه، حاول تحل كده عليه في اي وقت علشان برضو ما تنساهوش. وطبعا طبعا مهم جدا جدا انك ما تضيعش وقت بعد الكليه مع اصحابك، لان بجد موضوع الكليه دوت يا نور، موضوع الصحاب بعد الكليه بيضيع وقت كبير جدا من يومهم. يعني موضوع الصحاب دوت بعد الكليه بيبقى غريب.
بالظبط، يعني الناس اللي هي بقى بتقضيها اكل بعد المحاضره وعصير بقى من توب فروت وبتاع، هي حقيقه اجواء جميله يعني، ما ننكرش يعني، وكلنا كنا في الاجواء دي. بس يعني احنا بنقول الفاينل فاضل عليه اسبوعين، ايه مش جاي معاك سكه؟ ما يعني نخلص الفاينل وانت هتتبسط واحنا هنتبسط والدنيا تبقى حلوه، فاهمني؟ نخلص وكده نقضيها خروجات وفيها اجازه 3 شهور يعني. بالظبط، كده كده صحابك مش هيطيروا والله، يبقوا برضو موجودين، وتحجز بقى كورة براحتك وتخرج براحتك وكل الكلام الجميل ده. طيب دوت بالنسبة للكلية. بالنسبة بقى للمذاكرة نفسها وانت في البيت، أحسن حاجة إنك تمسك ورقة وقلم قبل كل مادة وتشوف اللي فاضلك فيها، سواء جزء ما تذاكرش أو ما حلتش عليه. وخلي الأولوية دايما زي ما نور كان بيقول للجزء اللي انت لسه ما بدأتوش. ما تقعدش تضيع وقت في مراجعة حاجات قديمة، حتى لو انت مش مذاكرها كويس قوي بس انت عارف عنها، يعني انت واخد فكرة عنها. فحاول تبدأ بالحاجات الجديدة اللي انت ما فتحتهاش قبل كده، وبعد كده ارجع بقى للقديم، راجع عليه بسرعة وحل على المنهج كله علشان تتعود على الأسئلة المجمعة. وعلشان تنظم وقت المذاكرة وتوازن الدنيا وتكون مرتاح في وقت المذاكرة، ممكن تستعمل بومودورو تكنيك. ودوت انك بتذاكر وقت محدد وتريح كل شوية فترة قصيرة علشان دماغك ما تهنكش. ودوت بيبقى فيه منه كذا اسلوب، وهو انك تذاكر 25 دقيقة وتريح 5 دقايق، وكمان تذاكر 50 دقيقة وتريح 10 دقايق. ودوت على حسب انت قادر تذاكر وقت متواصل قد ايه. بس اهم حاجة واخطر حاجة انك ما تزودش مدة الراحة، لان دوت هيطلعك من مود المذاكرة تماما وتفقد تركيزك. لان كده هيبقى انت، يعني انت كده بتعطل نفسك زيادة. فيستحسن كل ساعتين او 3 انك تفصل وتريح، تاخد بريك شوية. ونصيحة مني بجد، خلي البريك بعيد عن السوشيال ميديا تماما. دوت هيسحلك وهتنسى نفسك، وتلاقي عدى ساعتين 3 وانت حضرتك انت لسه في البريك. يعني انت واخد بريك 10 دقايق، فجأة كده بسم الله الرحمن الرحيم انت خدت البريك في 3 ساعات. فدوت هيضيع وقتك اكتر. فخلي السوشيال ميديا وقت مخصص في اخر اليوم بعد ما تخلص اللي عليك. كمان وانت بتذاكر، يعني حدد كمية معينة تخلصها من كل مادة. وحاول انك ما تقيمش نفسك بالوقت، يعني يا لهوي ده انا بقالي 10 ساعات ايه. لا، ما تقيمش نفسك بكده. وحاول انك تخلي يومك فيه مادتين على الاقل علشان ما تزهقش وتفصل من المذاكره، لان طول ما انت بيبقى معاك ماده واحده تذاكرها هتتخنق وهتزهق. فلا، خلي معاك مادتين. يعني مثلا الجمعه شابتر 4 فيزيكس ومحاضره 5 ماث، والسبت خلي شيت 5 داينامكس والسكشن 5 برمجه. المقصود هنا من كلامي انك تقسم يومك بالكميه على اكتر من ماده لحد ما تخلص الجديد المتراكم عليك، وبعد كده زي ما قلنا تراجع على القديم وتحل كله على بعض على المنهج كله. خلينا برضو متفقين انه مهم جدا 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 انك تمشي حالك باللي ينجزك ويخليك تحل في اسرع وقت. يعني ايه؟ يعني مش لازم تدقق قوي في كل تفصيله زي ما بيقولوا كده تيجي في الهايفه وتتصدر. خليك دايما مركز ان ازاي الم درجات اكتر في اسرع وقت. ده هيبقى احسن لك من لما تركز في نوع واحد من الاسئله او على جزء معين. انت دلوقتي مسكت جزء معين، بلاش انك تبقى عايز تركز في كل تفصيلة. دوت هيخليك تضيع وقت اكتر ومش هيخليك تنجز حالك. طبعا كل الكلام اللي فات دوت لو انت مزنوق في المادة ولسه مخلصتش. اما بقى لو ربنا كرمك وخلصت بدري، فاكتر حاجة تركز عليها بدون نجاح هي الامتحانات القديمة، خصوصا لو نفس الدكتور. لان كده كده جزء كبير من اي امتحان بيبقى مكرر، فده هيساعدك تتعود على شكل الاسئلة واسلوب الدكتور. وكمان كل ما تحل اسئلة، كل ما تحل امتحانات قديمة، دوت هيبين لك انت واقع في ايه في مذاكرتك، فتبدأ بقى تدوس على الحتة اللي انت مذاكرتهاش دي. سلام بقى كده لو تحلي الامتحان بوقت، يعني انت كده تبقى بيرفكت جدا علشان تجرب احساس اللجنه. بس مش عايزاك تقلق لو حسيت ان الوقت ضيق او ان الاسئله كتيره، لان ده الطبيعي في الكليه. بس شطارتك انك تعرف ازاي تتعامل مع الورقه وتلم منها اكبر قدر ممكن من الدرجات. يعني يعني مثلا تشوف الاسئله اللي عليها درجات كتيره وتبدا تحلها، فدوت هيخليك تجمع درجات اكتر. كمان عايزه اقول حاجه، بلاش 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 حته النوم، انك تنام لحد ليله الامتحان، تفضل سهران ليله الامتحان وتفضل صاحي للامتحان. انت كده بتدمر نفسك. انا عارفه ان دوت صعب جدا خصوصا لو انت متاخر في الماده، بس صدقني النوم افيد لك من كام حاجه اللي عايز تطبق عليهم. يعني عايزه اقول لك يا نور ان بيبقى في ناس بتفضل صاحيه، يعني ليله الامتحان بتفضل صاحياها، وبتيجي بقى تفضل صاحيه لحد يوم الامتحان، تفضل رايحه وهي صاحيه. بالظبط، يعني الناس اللي هي بقى بتطبق ليله الامتحان دي،
هو بيبقى بيطبق عشان مثلا هو لسه مخلصش فعاوز يلم الدنيا، او شايف ان هو كده هي يعني هيلم المادة مرة واحدة ويدخل يمتحنها وبعد ما يخلص ينام. طيب خلينا نتكلم في المشاكل اللي هيقابلها. يعني أولا خلينا نتفق إن الكم اللي أنت لميته ده كله هو كم حقيقي جميل جدا، بس أنت مش هتركز فيه أو مش هتقدر إن أنت تستوعبه. حلو. ومش هتقدر يعني لما تيجي تعوزه بقى خلال وقت الامتحان مش دايما هتعرف تجيبه. بمعنى إيه؟ كتير مثلا بيقابلنا سؤال في الامتحان اللي هو والله العظيم أنا لسه حل السؤال ده امبارح، بس يجي بقى لا انا مش قادر افتكر الستبس. ده عاده بيبقى يا اما قله تركيز يا قله نوم، والاثنين راجعين لهدف واحد اللي هو قله النوم. هو يعني انا شايف ان النوم في الفترات اللي زي دي مهم جدا. طب انام 8 ساعات وانا عندي ماده؟ لا يعني مش للدرجات دي. يعني ممكن في فتره الامتحانات ننام 5 6 ساعات طبيعي تمام. بس لازم تدي لنفسك قدر من النوم ولو بسيط. حلو. عشان حتى تبقى مستوعب انت بتتعامل مع ارقام فالغلطه فيها بفور. تمام. بس كده. بالظبط كده زي ما نور قال، فحاول دايما تبقى تاخد قدر كافي من النوم وتبقى مريح نفسك خالص. احنا كده دلوقتي اتكلمنا على تنظيم الوقت، ودلوقتي نور زي ما كلمنا ان احنا ازاي نحدد اولوياتنا في المواد، هو برضه هيكلمنا ايه هي اهم مصادر المذاكرة. طيب لو انت دلوقتي قاعد ومستني تسمع مني مصدر معين تمام، فلا هو انا مش هقول لك ذاكر من كذا. يعني انا مش هقول لك مثلا لا ذاكر من الملازم، لا ذاكر من الشتات وسيبك من الملازم. هو ما فيش الكلام ده. هي مصادر المذاكره بتختلف من شخص للتاني. انا مثلا بذاكر من الشتات. حلو. واحد تاني ممكن يقول لك لا انا بشوف اسئله الشتات دي قليله او سهله او عبيطه تمام، فانا لا انا اجيب بقى الملزمه اللي هي فيها 30 40 ورقه مسائل دول واقعد احلها وبيبقى فيها شرح اكتر وبتاع وكده. ماشي. هي كلها طرق. يعني هو مش غلط وانا مش غلط واللي بيذاكر من السلايدز مش غلط. هي كلها طرق للمذاكره. تمام. فخلينا ندي لينك لكل مصدر من مصادر المذاكره كده عشان الناس برضو تبقى فاهمه الدنيا. لو في حد لسه يعني ما فتحش خالص وعاوز يدور او يشوف هيشتغل من انهي مصدر، فخلينا ندي هنت لكل مصدر كده. خلينا نبدا بالملازم مثلا لان هي الشائعه اكتر شويه في اعدادي وكده. فاحنا عندنا بيبقى في ملازم مراجعه وملازم الشرح. تمام. في الوقت اللي احنا فيه ده الانسب هو ملازم المراجعه. ليه؟ انت خلينا نفترض ان الماده مثلا 8 شباتر. حلو. وكل شابتر ليه ملزمه. الملزمه دي 30 40 ورقه. طب يعني انت هتجيب 8 ملازم للمنهج بجانب الملزمتين بتوع المراجعه مثلا، يعني بتتكلم في 10 ملازم في 6 مواد عندك يعني 60 ملزمه. طب ده احنا بنقول فاضل اسبوعين على الفاينل. انت لو ما نمتش مش هتخلص ال 60 ملزمه دول، وكل ملزمه بقى ايه افكار وشرح ودنيا. ففي الوقت ده بيبقى المناسب اكتر هي ملازم المراجعه. بيبقوا ملزمتين او ملزمه في كل ماده، بتلم افكار المنهج كله وبتعدي على كل شابتر سريعا بتاخد الافكار المهمه. وكمان في حاجه حلوه برضو في الملازم ان هي بتجمع افكار الامتحانات، وهنتكلم عن حته الامتحانات دي بالتفصيل يعني. بس في الفتره دي بيبقى المهم جدا ملازم المراجعه. طب انا مثلا في شابتر وقع مني او مش مذاكره كويس او مش فاهمه، فهنا بس بيبقى عندك استثناء ان انت ممكن تجيب ملزمه شرح في الشابتر ده بس. يعني انا مثلا مذاكر الثمان شباتر كلهم بس شابتر 3 ده عندي فيه مشكله، فخلاص انا هجيب ملزمه الشرح بتاعت شابتر 3 عشان لسه هذاكر شابتر 3 او لسه محتاج افهمه اكتر او محتاج احل عليه اكتر. تمام. دي بالنسبه للملازم. طيب. وطبعا يعني من المواد المشهوره جدا في حته الملازم في اعدادي وشايف ان هي يعني كانت مفيده بالنسبه لنا يعني في اعدادي، الانتاج طبعا والنظري بتاع الكيمياء. بيبقى يعني مهتمين جدا في الحتت دي بالذات في المواد دي يعني بالملزمه جدا وبتبقى مفيده بصراحه يعني. الفيزياء طبعا مسائل الفيزياء الجميله بتاعت الملازم يعني. تمام. طيب النوع التاني او المصدر التاني عندنا وهو السلايدز. يمكن مش كل الناس بتفتح السلايدز بتاع الدكاتره وكده. بس خلينا نقول ان الناس اللي بتفتح السلايدز بتاعت الدكاتره دي فهو برضو في مميزات يعني للسلايدز. يمكن اول ميزه للسلايدز ان في دكاتره بتجيب المسائل بتاعتها من السلايدز حرفيا. يعني احنا كان عندنا دكتور يا فاطمه في اعدادي جاب مساله من السلايدز حرفيا وعليها 10 درجات بنفس الارقام، يعني نفس الارقام اللي كانت موجوده في السلايدز. خد المساله هي وحطها في الفاينل وكان عليها 10 درجات. فطبعا اللي كان عارف فكره المساله يعني او شافها في السلايدز فهو بالنسبه له المساله دي هديه. على عكس بقى اللي ما كانش فاتح السلايدز، في ناس ما حلتهاش اصلا وفي ناس يعني حلتها بس خدت وقت اطول. تمام. في يعني حاجه كويسه تاني للسلايدز برضو ان في مواد بيبقى ليها سنتكس معين او بتبقى الدكاتره عاوزه فيه اسلوب معين زي البرمجه مثلا، فهي بيبقى ليها سنتكس معين او طريقه كتابه معينه اللي هي بتبقى موجوده في السلايد. فهو الدكتور مثلا بيبقى عاوز تمشي بالايه
السنتكس دي زي التحليليه مثلا، الستبس دي هي كده تمام. طيب المصدر الثالث زي ما قلت لك الشتات، ويمكن دي انا قلت ان انا بفضلها يعني بصراحه. طب ليه بفضلها برضو؟ انا بحس ان انا لما بذاكر الشابتر تمام ببقى محتاج، مش محتاج انا الملزمه اللي هي 30 40 صفحه دي عشان اقعد احل، لا انا محتاج بس كام مساله كده امشي بس ايدي في الشابتر، او اشوف الشابتر ده بيتكلم عن ايه، او ان انا احل مساله كامله بايدي. فانا مش محتاج عدد مسائل قد ما انا محتاج مسألتين ثلاثه يلموا لي الدنيا بتاعت الشابتر ده. فانا بشوف ان الشتات بالنسبه لي انا هي الافيد، وزي ما قلنا وبنأكد وبنعيد مفيش حاجه اسمها مصدر هو ده الاساسي، لا. انا بالنسبه لي الشتات كويسه، في شخص تاني بالنسبه لي هتبقى الملازم احسن، شخص ثالث هيبقى شايف ان السلايدز احسن، وهكذا تمام. ولكن كل اللي احنا قلناه ده عن مصادر المذاكره فدي اوبشن، لكن الامتحانات القديمه ما فيهاش اوبشن. الحته دي بالذات ما فيهاش بقى اصل انا شايف ان ده لا. ايا كان انت بتذاكر منين، بتذاكر من الملزمه، بتذاكر من السلايدز، بتذاكر من الشتات، لا مهم جدا 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 تحل امتحانات قديمه قبل الفاينل. معاك وقت كويس، حل امتحانات، حل امتحان واثنين وثلاثه حل. طيب الوقت زنق معايا ويا دوب انا من الناس اللي هي بتخلص الماده اصلا قبل الامتحان بكام ساعه، حل امتحان فاينل واحد. طب لا ده انا يا دوب مخلص الماده اللي هو مفيش على الوقت، فانا حرفيا ما عنديش وقت افتح فاينل. افتح بص عليه، مش لازم تحل يعني، افتح بص على شكله بس. طب ليه؟ علشان اول حاجه تشوف شكل الاسئله، تقسيمه الاسئله، تقسيمه الدرجات كمان حلو. الوقت ازاي هتنسق الوقت ده مع عدد الاسئله، يعني مثلا امتحان ساعتين والامتحان اربع اسئله تمام. بتشوف مثلا حاجه زي الاستاتيكس والداينامكس، اكبر مشكله بتقابلنا حته الاسئله دي، يعني الوقت، تنسيق الوقت مع الاسئله. انا ممكن مثلا قاعد بقى عمال اطلع في بوينتس في مساله وسايب باقي المسائل التانيه، فاجي بقى ايه في اخر الوقت الاقي ان انا لسه فاضل لي مثلا مسألتين ولا حاجه لسه ما اخترتهمش وبتاع. فالموضوع بيبقى يعني صعب جدا يعني تمام. فحته الامتحانات القديمه هنا بتدربك على الوقت كويس جدا، بتعرفك زي ما انا قلت حته شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي وازاي انسقه مع الوقت تمام. طيب كده احنا خلصنا البوينت بتاعت مصادر المذاكره، وخلينا نتفق ان في وحش بيقابلنا الفتره دي كبير قوي وهو السوشيال ميديا، زي ما ادينا عنه نوت سريعه كده فوق. حي مع ضغطة المذاكرة اللي احنا فيها والكتب اللي على المكتب، بتبدأ انت بقى تتسحب كده عشان تمسك الموبايل بقى ونفتح بقى السوشيال ميديا نشوف بتقول ايه. فلان احنا شايفين ان البوينت دي مهمة جدا جدا جدا، ففاطمة هتكلمنا عن السوشيال ميديا. زي ما نور قال، احنا فعلا السوشيال ميديا هي وحش كبير جدا في حياتنا. طبعا كلنا عارفين ايه هي السوشيال ميديا. محدش مستني ان انا اعرفه معناها، بس عايزه اتكلم في ان اغلبيتنا بقت السوشيال ميديا ديت جزء لا يتجزأ من حياته حرفيا. يعني انت اول ما بتصحى كده اول حاجه بتعملها انك بتفتح واتساب فيسبوك وتفضل بقى تعيش فيهم. وبرضه نعمل نفس الحركه قبل ما ننام، فبنفضل كده على هذا الرتم لحد بقى ما ننام. وبرضه بنعمل الكلام دوت في بقيه اليوم، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت في المحاضره وانت في الشغل، فطول الوقت الموبايل بقى جزء لا يتجزأ من ايدك خلاص. يمكن في فوائد كتير قوي للسوشيال ميديا، بس كمان ليها عيوب، واهم عيب وهو حرق الوقت فعلا. يعني انت بتفضل قاعد في السوشيال ميديا 3 4 ساعات وانت مش واخد بالك. هديك مثال بسيط وهو التيك توك والريلز. بمعنى ان الفيديوهات ديت هي فعلا ما بتتعداش ال 45 ثانية، بس انت بقى ايه، فيديو مع فيديو مع فيديو مع فيديو، فانت خلاص انت بقيت 3 ساعات قاعد بس ماسك الموبايل على التيك توك والريلز والفيسبوك. فانت كده انت خلاص انت كده اليوم ضاع منك. ولما تعمل بقى الحركة ديت قبل ما بتنام، فانت كمان نايم متأخر، فاليوم بقى خلاص انت بتصحى متأخر بقى، فبتبدأ اليوم متأخر. يا سلام بقى لو عملت لي الحركة ديت في نص اليوم كده، خلاص يا معلم انت كده فعلا فعلا اليوم اتحرق منك. طيب هو الفكرة هنا هو احنا ليه اصلا بنستخدم السوشيال ميديا؟ في ناس تقول لك اخبار الدنيا، في ناس تقول لك المذاكرة، وفي ناس تقول لك محتوى، كل الكلام الكبير ده. بس السبب الحقيقي هو واحد وكلنا عارفينه، ألا وهو إنك بتهرب من الحياة. أي ضغط بيحصل لك في الحياة أنت بتهرب عليه على طول. That's way is called a virtual world. طيب أنت كطالب إعدادي الكلام ده كبير مالكش دعوة بيه أنت دلوقتي. أنت كل اللي أنت عايز تعمله إن أنت تذاكر وتجيب مجموع وتنجح عشان تخش القسم اللي أنت عايزه. خلاص، يبقى عليك إن أنت تقلل من السوشيال ميديا شوية. أنا مش بقولك تلغيها من حياتك تماما، بس هو إنك تقللها شوية. طب إزاي؟ اول حاجه انك تبعد الموبايل عن ايدك.
او بقى في حاجه حل اجمد كده، لو قلبك جايبك بجد تمسحهم. انت هتقول لي منين بتقولي لي مش عايزك تلغيها، بس منين بتقولي تمسحهم؟ ما انت هتلاقي عليهم بقى في الاجازه، ما انت كده كده الاجازه ديت معاك وقت كبيره تغرق بقى براحتك في السوشيال ميديا. طيب، اول ما اقول لك كده هيجي لك سبب اساسي كده وفي دماغك وتقول ايه؟ لا انا كده هيفوتني حاجه، انا لو عملت كده، لو قللت او مسحت اكيد هيفوتني حاجه. لا يا معلم، والله انت مش هيفوتك اي حاجه خالص غير ميم وكام فيديو كده، هم دول اللي هيفوتوك. فديت حاجات مش مهمه، مع ان مفيش اي حاجه مهمه غير بس الواتس لو جروب مواد او حاجه. بس دايما دوت في دماغك ان انت هيفوتك حاجه، انت بس اللي بتوهم نفسك بكده. حاول انك تقلل السوشيال ميديا بانك تمشي 60 10. ايه 60 10 ديت؟ انك تذاكر ساعه وقصادها 10 دقايق راحه. انا برضه عايزه اقول لك ان بلاش برضه يكون فيهم الموبايل، لان انت هتغرق فيهم. يعني يا نور، في ناس بتاخد البريك بتاعها بان هي تمسك الموبايل في البريك دوت وتغرق بقى في السوشيال ميديا. عاوز اقول لك يا فاطمه بخصوص الحوار ده، هو الموضوع بجد بيبتدي بان احمد سنت مسج بجد، يعني هي دي البدايه. فطبعا انت لازم تفتح تشوف احمد بعت ايه يعني. ازاي احمد يبعت وانا ما ردش يعني؟ فالموضوع بقى بيبتدي باحمد، ثم بيدخل بقى في الجروب بتاع صحابي تمام بتاع الدفعه، ثم الجروب بتاع الدفعه الكبيره بقى تمام، ثم بتبتدي بقى تكنسل الواتس اصلا. لا سيبك بقى من الواتس، احنا نشوف ايه الفيسبوك ده بيقول ايه بقى. يعني احنا نفتح ريلز بس، يعني ريل بتبقى كام ثانيه كده، الحوار مش صعب يعني. بعد بقى الريلز، لا لا لا، زهقنا من الريلز بقى، عاوزين ايه؟ فيديوهات واتش كده، فيديوهات محترمه 5 6 دقايق. خلصنا بقى الكلام ده، لا 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 انسى بقى الكلام ده، افتح لي بقى التيك توك نشوف الترندات والاغاني والكلام بيقول ايه. خلصنا الكلام ده بقى، افتح لي بقى اليوتيوب بقى، ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، تشاهد قبل حاجات غريبه جدا يعني. انت ضيعت 4 ساعات من وقتك في حاجه ملهاش اي معنى، ما استفدتش باي حاجه حرفيا. انت كنت داخل ترد على احمد، صح؟ خرجت بايه؟ ولا حاجه. حرفيا انت عديت على 4 بلاتفورمز وفي الاخر ما استفدتش اي حاجه. في النهايه انت قطعت المذاكره. تمام، خد بالك كمان انك لما بتيجي ترجع للمذاكره تاني، الموضوع بيبقى صعب جدا. يعني خلاص بقى، انا دماغي دلوقتي اصلا في فيديوهات التيك توك، هي مش مع المذاكره ولا مع المساله اصلا. صباح الفل، تقول لي شابتر مش عارف ايه وبتاع، يا عم صباح الفل. بس يعني يا فاطمه. بس هو ده اللي انا بتكلم فيه. فحاول انك تاخد البريك بتاعك في انك تقعد شويه مع اهلك، تتمشى في البيت، تاكل لك حاجه انت بتحبها. بس يعني ابعد خالص على السوشيال ميديا، لان دوت والله العظيم هتلاقي عليه بعدين. طب هتيجي تقول لي انا خلاص همسح او هقلل السوشيال ميديا، بس انا كده كده هسيب الواتس عشان ده جروب المواد وجروب الدفعه. ودوت بقى بينقلنا في تاني حاجه، وهي جروب الدفعه. رغم انه مش جروب زي اي جروب، بس قادر فعلا فعلا يشيلك السنه او يخليك من الاوائل. طيب ليه هو مش جروب زي اي جروب؟ الفكره في جروب الدفعه انه في مشكله السوشيال ميديا، انه بتحس دايما انك فايتك حاجه. بس ممكن يكون مش فايتك حاجه غير بس ان جروب الدفعه هو بيأثر في مذاكرتك. هتلاقي دايما انهم بيقولوا ايه؟ النت صعبة، محدش عارف حاجة، السؤال ده مش عارفة احله. فانت طبيعي هيجيلك راحة نفسية انك زيك زي الأغلبية. انت زيك زيهم، انت مش عارف تحل، هما كمان مش عارفين يحلوا. في الاخر هتلاقي ان الكل مذاكر يعني، وانت بس اللي ريحت على الفاضي. وانت باي باي كده يا معلم. طيب انت هتقولي لا يا عم، دفعتي سالكة مفهومش يهود. وطبعا دي حاجة مستحيلة في هندسة القاهرة، وعارفين كده. يمكن انت اصلا يهودي. فمثلا ان هم يجيبوا اسئله من بره الكورس، او مثلا من ايام الملك فاروق، دوت بيخليك تحبط وتقول طب خلاص بقى، هي كده كده مش فارقه. فاحسن حاجه تستعملها مع جروب الدفعه انك انت تفتحه لما تكون انت عاوز تسال على حاجه، مش على الفاضي والمليان. دوت مش هيوقعك مع حاجات ملهاش لازمه، وانك ممكن بعد كده بعد ما تخلص جروب بقى تفتح فيس، تفتح انستا، وزي ما نور قال نغرق بقى. انت خلاص انت مسكت الطريق، انك مسكت الموبايل، فخلاص بقى كله هيجر بعضه. فهي دي الفكرة، فحاول تتجنبه. غير بس في ليالي الامتحانات المهمة ويكون عندك أسئلة أنت فعلا محتاج إجابتها. عامة حاول السوشيال ميديا تقلل منها في حياتك أنت، وخلي حياتك كلها في تجارب في الشارع، لأن دوت هو اللي هيحل ويديك خبرة أحسن من الكلية وأحسن من أي حاجة. طيب، كده الجزء الاول من البودكاست بتاعنا خلص، بس حقيقي البوينتس كتيره والبوينتس بتاعتنا لسه ما خلصتش يعني. فعشان البودكاست ما يطولش اكتر من كده، هيكون في جزء تاني ان شاء الله، وده بقى هنتكلم فيه عن ازاي نلم المادة، وازاي نقدر نراجع ليلة الامتحان، والتعامل مع ورقة الامتحان. انا شايف ان البوينت دي مهمة جدا جدا جدا،
كتير بيبقوا مذاكرين كويس جدا بس ما بيعرفوش يتعاملوا مع ورقة الامتحان. بعد كده كمان هنتكلم عن ازاي نتخطى الامتحان. خلاص انا خلصت الامتحان بقى، ازاي انساه واخش بقى في اللي بعده اللي هو بلغتنا احنا ازاي موف اون يعني. واخر حاجه هنتكلم بقى، يمكن في ناس بتشوفها يعني بوينت تافهه بس هي حقيقي مهمه جدا، وهي تظبيط الاكل والنوم ومن اين تستمد قيمتك، وان الموضوع ملوش دعوه بالامتحانات، يعني قيمتك مش مربوطه بامتحان وبتاع. فكل البوينتس دي هنشوفها ان شاء الله في البودكاست اللي جاي. حقيقي اتبسطت بوجودي معاكم النهارده، وشكرا على وقتكم، وشكرا ليك يا فاطمه. شكرا لك يا نور. وبس كده، اتمنى يعني الناس ما تكونش زهقت مننا، ونشوفكم ان شاء الله في البودكاست الجاي. ان شاء الله.